اكو شاب انعجب له ببنية بالزيارة، هاي الزيارة والبنية إيرانية. فهذا الإنسان قال أنا مو من نوع اللعب وكذا، البنية انعجبت بيها باحترام ونظرت إلها باحترام ورحت حكيت ويا أهلها، وطلعوا أهلها وهوازيين ويحجون عربي. فقلت لهم عماني عراقي ومن أهالي البصرة واريد أتقدم لبتكم على سنة الله ورسوله. وأبوها ضحك وقالوا نتشرف نطي شاب عراقي. ويقول فعلا بلغت أمي وابوي وضحكوا وش وداك لإيران، قلت لهم البنية عجبتني وأريدها وأهلها موافقين. ويقول فعلا أخذت التليفون مالتهم، ويقول قمت أحكي وياهم على الانستغرام، أخذت عنوانهم وأخذت رقم تليفونهم وأخذت أهلي ورحت أخطب البنية. هذا الموضوع ما صار له هواية. فيقول فعلا رحت لهواز أتقدم للبنية وأهلها ناس محترمين وجايبين ناس كبار، نفس المشيات اللي عندنا بالجنوب. فيقول أخذت أمه وأبوي ورحت أخطب البنية وشالوها وطوني اياها. وامه من شافت البنيه يمه هنيالك شنو هاي القسمه، شنو هاي البنيه، الاحترام الجمال وكذا. ويقول فعلا طوني اياها. تعرفون الغايب ايش قد والحاضر ايش قد؟ الغايب 500,000 والحاضر 2,000,000، يعني يقول شي رخيص جدا. ويقول طوني اياها وبقيت فتره وتزوجت وكملت بإيران وجبتها وجيت للعراق، وهسه البنيه مقيمه وزوجتها على سنه الله ورسوله. وهنا يقول فرق عن الزواج هسه، اليوم تروح تخطب والله الغايب 20 الحاضر 30، ويخلي قسمة بته نايم على قلبه. واغلبية الشباب قامت تروح تزوج بلبنان بسوريا بإيران، وهذا الشيء راح يخلي النسوان تنام على قلوب أهلها. يا أخي سهل الأمر ولا تقضى العالم. وشنو رأيكم باللي سواه هذا الولد؟